قلت لهم انا ابني، قلت له يكلمكم كتير لغايه ما تردوا ونقول لكم العنوان وتيجي تدونا بفلوس. قالوا لي ان انت ما رنتش. ما بترنش ليه؟ عشان قايل لك ان ال200,000 هيتخصموا من مصروفك. يعني ايه يعني ايه ما ترنش؟ انت حر. قلت لك هيتخصموا من مصروفك. لسه حاطط في دماغك الموضوع دوت، ما قلت لك خلاص هي بتبقى مره وخلاص. بعدين انت قلت لهم ليه اللي انا هفضل اكلمهم على الواتس؟ ازاي يعني؟ ازاي اكلمهم على الواتس؟ هي دي فلوس احنا مستلفينها منهم؟ دي فلوس مسابقه. ازاي يعني انت بتقوله ده؟ انا دلوقتي عايز فلوسي. على فكره شكلك انت اللي متفق معاهم عشان ما تدونيش الفلوس. ما يكون انت اتفقت معاهم وخدتهم. انا عايز فلوسي دلوقتي. ماشي؟ انا بقى قاعد لك وانا رايح شغل ولا رايح بتاع، وادي التليفون اهو. انا بقى قاعد لك عشان اشوف اخرة الموضوع ده ايه واتصرف. يلا بقى وريني هتعمل ايه بقى. بعدين انا مالي هتفق معاهم ازاي؟ انا يعني هتفق معاهم ازاي؟ دي مسابقة وراحت، هتفق معاهم يعني هما هيدوني فلوس ليه اساسا؟ هيدوني فلوس ليه؟ بعدين خليك ما تروحش الشغل، انا مالي، هو قبضي ولا قبضك انت؟ ما تروحش الشغل، خليك قاعد في البيت. هما عمرهم ما هيدونا فلوس تاني، انت السبب. خلاص ما تروحش الشغل، خليك قاعد. انا هعمل انا ايه بقى في الفلوس دي؟ اتصرف. على فكرة انت لو ما جبتهمش هيتخصموا من مصروفك. ماشي؟ هخصم كل يوم ال10 جنيه اللي انا بديها لك، وهشغلك عند لوست حامد الميكانيكي صاحبي عشان تسدد اللي عليك. ماشي؟ حط ده في دماغك كده. هتخصم ايه من مصروف؟ هتخصم انت بتديني 10 جنيه، هتخصم ايه من مصروفي؟ وبعدين هشتغل عند لوست حامد الميكانيكي، هشتغل عنده اعمل ايه انا؟ هيديني برضه 10 جنيه في اليوم، يبقى 20 جنيه برضه مش هيعملوا حاجة. يعني هقعد برضه كتير قرن ولا قرنين عشان اسدد ال200,000. بعدين انا مالي؟ انا مالي؟ ما رن عليا انا ولا رن عليك انت؟ انا مالي؟ طيب انا هنزل اشتغل عند لوست حامد الميكانيكي واقابل امي في الشارع واقول لها هنا في البيت انت بتكلم ام سماح جارتنا واديت لها هديه امبارح. اقول لها على ده كله. وصلت لام سماح؟ لا يا عبدو احنا في بينا الكلام ده. ايه يا عبدو؟ 200,000 يوقعونا في بعض. لا يا عم مفيش الكلام ده. استنى خد فلوس اهي.